السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هقدم شخصية عظيمة ومتفردة في كل شيء، لها صفات كتيرة جدا زي الشجاعة، الإخلاص، الصدق، طموح وصفات كتيرة جدا. شخصيتنا النهاردة هي أيوة طبعا هو البرنس اللغة الألمانية، هو الأستاذ طارق محمد الطشو، أو زي ما احنا بنقوله هير طارق. تعالوا هنعرف نبذة بسيطة عن الأستاذ طارق محمد ونعرف ليه هو شخصية متفردة. يلا بينا. ولد الأستاذ طارق محمد في يوم 12/6/1965 في قرية المنصورية التابعة لكفر الزيات محافظة الغربية. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة والتحق بالأزهر الشريف. وفي عام 1984 التحق بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الألمانية. وبعد التخرج اشتغل بالسياحة فترة قصيرة، ثم اشتغل لأول مرة كمدرس لغة ألمانية بمدرسة مساكن عين شمس، ثم اشتغل بمدرستنا حبيبتنا مدرسة المطرية الثانوية بنات منذ عام 1992 وحتى الآن. ده طبعا من حسن حظنا. لم يكتفي الأستاذ طارق بأن يكون مدرس متميز في اللغة الألمانية، ولكنه عمل على تطوير ذاته، فشارك في برنامج المطور لمدرسي اللغة الألمانية في يوم 2/11/1992. ثم شارك ببرنامج أساليب التقويم في تصميم الورقة الامتحانية بمعهد جوتا اللي هو المركز الثقافي الألماني في يوم 9/4/2005. ثم شارك في الدورة التدريبية ببرنامج تنمية مهارات موجهي اللغة الألمانية على النواحي الفنية والإشرافية في يوم 26/4/2009. وفي عام 2010 أصبح الأستاذ طارق محمد رئيس قسم اللغة الألمانية بمدرسة المطرية الثانوية بنات. وفي عام 2013 تم ترشيحه كموجه أول للغة الألمانية من قبل السيد مدير الإدارة الأستاذ صبري أبو رقية، والموجه العام للغة الألمانية الأستاذة ليلى حسونة في ذلك الوقت. ونظرا لحب هير طارق لتدريس اللغة الألمانية عمل كموجه منتدبا يومين في الأسبوع، وباقي الأسبوع عمل كمدرس للغة الألمانية. ومنذ ذلك الحين بدأ في تفعيل نشاط اللغة الألمانية، وله في ذلك إنجازات عظيمة وكثيرة. منها اهتم هير طارق بالدعاية للغة الألمانية، فعمل كل عام كورس مجاني في جميع مدارس الإدارة للتعريف باللغة الألمانية. عمل كورس في اليوتيوب للتعريف باللغة الألمانية. arm كرم أوائل الشهادة الإعدادية في العديد من مدارس الإدارة وتوزيع الهدايا عليهم كنوع من الدعاية للغة الألمانية. أقام العديد من المعارض الفنية الخاصة باللغة الألمانية في مدرسة المطرية الثانوية بنات، وأيضا شارك في معارض إدارة المطرية والوزارة أيضا.
هذه الأعمال العظيمة نال هير طارق ثقة مدير إدارة المطرية وأيضا ثقة مستشارة اللغة الألمانية، لذا تم اختياره كمشارك في التدريب على كتاب الصف الثالث الثانوي الجديد عام 2015. وأيضا تم اختياره كعضو وكمشارك في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي عام 2018. أيضا تم اختياره بمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية الخاصة باللغة الألمانية للمدارس الرسمية والمتميزة والخاصة عام 2019. ونظرا لنشاطه المتميز الخاص باللغة الألمانية تم اختياره كعضو بارز في أعمال امتحانات أبناؤنا في الخارج عام 2017. كما شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات الخاصة باللغة الألمانية في معهد جوتا، وقد حصل على العديد من شهادات التقدير والتكريم من قبل مستشارة اللغة الألمانية والمركز الثقافي الألماني. كما شارك في العديد من المؤتمرات عن التعليم الإلكتروني في المركز الثقافي الألماني. وده تكريم لهير طارق من النقابة كأحد رواد التعليم. وفي النهاية أحب أن أقدم الشكر لهير طارق اللي عمره ما بخل علينا بالمعلومات ولا الخبرات اللي اكتسبها من خلال التدريبات والدورات اللي حضرها، كل ده عشان يعمل مننا كوادر جديدة تتحمل المسؤولية من بعده. عرفنا منه وتعلمنا منه ازاي نحط امتحان بيشمل كل المواصفات، اتعلمنا منه ازاي نكون رؤساء اقسام ناجحين، او لو هيبقى حد فينا موجه يبقى ازاي يبقى موجه ناجح. عمره ما بخل علينا بمعلومة او نصيحة، فكان نعم الاخ، نعم الموجه، نعم الصديق. فهو فعلا شخصية فريدة وعظيمة ومتميزة. ها ايه رأيكم انتوا كمان؟ شكرا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا، واللي في الظهر تملي في افراحنا وقبلها احزاننا، والناس الشايله همومنا واللي قابلنا بعيوبنا، واللي جابرين خواطرنا بجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال فتغير مودنا، شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتها وجودنا، شكرا على النية الصافية والناس بوعودها وافية، دايما في الشدة وجودهم بيها واللي أصعب ما احنا، شكرا على أجمل ضحكة، شكرا